بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم. فيديو النهارده هنتكلم عن حكم مباراة الاهلي والرجاء، كمان هقول لك مؤامرة الكاف الاتحاد الافريقي لاقصاء النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وقول لي رأيك في التعليقات. طبعا الكاف اعلن بشكل رسمي تعيين الحكم السوداني محمود علي اسماعيل لاداره مباراه الاهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. سبحان الله، يعني مفيش حكم في القاره غير السوداني ده، رغم ان كان في مشاكل كبيره جدا بين الاهلي والهلال وفي شكاوى مقدمه من كلا الفريقين، ولكن هو الكاف والاتحاد الافريقي عاوزين يظلموا النادي الاهلي. هم مصممين فعلا يطلعوا النادي الاهلي من البطوله فعلا. يعني مفيش غير الحكم ده، حكم غير مؤهل غير مصنف، الماتش كبير عليه، عمل اصلا مشاكل في ماتش طلائع الجيش واهلي طرابلس، ويعني الدنيا مش حلوه قوي، الامور مش هاديه عشان انت تجيب لي حكم من السودان وفي اصلا خلافات وفي مشاكل ما بين الجمهورين وما بين الادارتين. ليه؟ طب ما انت ابعد عن القصة دي خالص، يعني جيب حكم تاني من جنسية تانية، سنغالي بقى، من جنوب افريقيا، من تنزانيا، من اي مكان غير الحكم ده. اشمعنى الحكم السوداني محمود علي اسماعيل؟ انا مش فاهم. التمثيلية والمؤامرة واضحة جدا جدا بين الكاف الاتحاد الافريقي وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والحكم السوداني، كلهم كده متفقين على اقصاء النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا وظلم القلعه الحمراء في المباراه القادمه امام الرجاء المغربي. حتى الان اداره النادي الاهلي لم تتخذ اي قرار رسمي ضد التحكيم، ولكن اللي انا عرفته ان بعض مسؤولي الفريق بيحاولوا يوصلوا للمكالمه المسربه بين نائب رئيس الهلال السوداني والحكم السوداني محمود علي اسماعيل. المكالمه دي فيها اتفاق على خروج النادي الاهلي واقصاء الفريق من دوري الابطال وظلم النادي الاهلي في الماتش القادم امام الرجاء المغربي. واكيد الازمات اللي حصلت بين الاهلي والهلال ممكن جدا تاثر على اداء الحكم نفسه داخل المباراه، يعني في عاطفه، في مشاعر. الحكم ده محمود اسماعيل شاف ان الاهلي كان سبب خروج الهلال السوداني من دوري ابطال افريقيا. هو في الاول وفي الاخر راجل سوداني، هو حكم سوداني غير مصنف، ما عندوش خبرة، ما عندوش تجارب كبيرة، يعني اكيد القرارات هتكون ضد النادي الاهلي، اكيد هو اصلا بشكل طبيعي كده هيظلم النادي الاهلي داخل الملعب. انا عاوز اقول لك ان الحكم ده محمود علي اسماعيل ادار مباراة وحيدة للقلعة الحمراء قبل كده في دوري ابطال افريقيا امام سيمبا التنزاني، والاهلي ساعتها خسر 1-0، يعني وشه مش حلو. سيبك انت من قصة التفاؤل والتشاؤم، انا بتكلم عن فير بلاي، بتكلم عن اسس معينة، قواعد معينة. ليه انا اجيب حكم سوداني يحكم مباراة مهمة بين الاهلي والرجاء وانا قلت لك ان كان في مشاكل وشكاوى ما بين الهلال السوداني والاهلي المصري؟ برضو الحكم محمود علي اسماعيل عمل يعني سابقة مش كويسة مع الفرق المصرية، مباراة طلائع الجيش واهلي طرابلس الليبي. يعني كان في ان جماهير اهلي طرابلس حدفوا تقريبا حاجة على حارس طلائع الجيش، الحارس خرج، هو مرضاش يتخذ اي قرار اداري او اي قرار يعني ضد اهلي طرابلس، وظلم طلائع الجيش، ظلم فريق مصري. اللي انا عرفته انه مش قوي قوي في الشخصية، يعني هو ممكن يتأثر بالضغوطات اللي حواليه. تمام، ده بخصوص الحكم محمود علي اسماعيل. لما اتكلم عن فوزي لقجع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي، طبعا الراجل ده كلمته مسموعة داخل الكاف الاتحاد الافريقي، بينفذ اللي هو عاوزه. بالمناسبة احنا بنعرف اخبار الكاف من المغرب، يعني سبحان الله. تمام. فوزي لقجع ده العلاقات جيدة بينه وما بين الرجاء، يعني العلاقات عادت من جديد، هم اتصالحوا معاه، مسؤول الرجاء اتصالحوا مع فوزي لقجع من اجل ظلم النادي الاهلي وتوقيع عقوبات على القلعة الحمراء لتقليل عدد الجماهير. احنا عارفين ان الهلال قبل كده
قدم شكوى رسميه للكاف ضد النادي الاهلي على هامش احداث مباراه الاهلي والهلال. يعني ممكن جماهير النادي الاهلي شتموا، قصه بقى علي لطفي، قصه ياسر ابراهيم، المشاكل والخناقه اللي حصلت بعد المباراه. الهلال قدم شكوى والاهلي قدم شكوى، لسه هنشوف بقى رد فعل الكاف والقرارات من الاتحاد الافريقي. دلوقتي فوزي لقجع بيحاول بكل قوه اللي هو يعني يقلل عدد جمهور النادي الاهلي. هم مرعوبين من الجمهور، بيخافوا جدا من جماهير النادي الاهلي. مش فاهم يعني دي كوره يا جماعه؟ ليه انتوا خايفين من الناس المشجعين؟ ليه عاوزين تقللوا العدد؟ ليه الهلال دايما يعني عاوز يحارب النادي الاهلي؟ الهلال السوداني فوزي لقجع اللي هو المغربي ده ظلم النادي الاهلي الموسم اللي فات في نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد المغربي. مباراه واحده المفروض تتلعب على ارض محايده، اتلعبت في ارض الوداد في المغرب. يعني متخيل كميه الظلم ده؟ متخيل مفيش فير بلاي اصلا؟ يعني كابتن خطيب قال لرئيس الكاف ساعتها نوت فير، يعني مفيش عداله خالص. فوزي لقجع هو اللي قاد المؤامره دي الموسم اللي فات. مش كل مره هنتظلم، احنا عاوزين اللعب العادل، احنا عاوزين عداله تحكيميه بس. ما تجيبليش انت حكم من السودان عشان يحكم لي ماتش الاهلي والرجاء. يعني مش معقوله يعني وخلاص الدنيا ما قفلتش عليك انت. مش فاهم انا مسؤولي الكاف بيفكروا ازاي. وبعدين الاهلي لازم بقى يسرع شويه في اتخاذ القرار. انت دلوقتي قدم شكوى، احفظ حقوقك. يعني انا عارف ان الاهلي دايما بيقدم وبيحضر وبتاع، لكن محتاجين سرعه لان الماتش ده مهم. وخلي بالك الغلطه النهارده ممكن تطلعك من البطوله. يعني لو مثلا ضربه جزاء اتحسبت للرجاء او كارت احمر او قصه، الحكم هيقيدك اصلا. هتحس ان انت نازل حاسس ان الحكم ده هيظلمك، حاسس ان الحكم ده مش هيكون عنده العداله الكافيه. هو جاي مشحون، هو جاي يعني تحس ان عاوز يعمل حاجه، عاوز يجامل الرجاء على حساب الاهلي، لان الاهلي طلع فريقه، طلع الهلال السوداني من البطوله يعني. فلا مش كل مره المؤامره، مش كل شويه تمثيليه. يعني سبحان الله النادي الاهلي صعد وان شاء الله نقدر نكمل، فمحتاجين يعني عداله بس من الكاف. والسودان خلي بالك السودان مش قوي يعني في التحكيم، ولا في كوره اصلا في السودان، مع احترامي لجماهير الهلال والمريخ والناس الطيبه دي كلها، ولكن بتكلم واقع. انا يعني مين هو الحكم ده؟ مصنف ازاي؟ يعني راح ايه ولا جه منين؟ ولا مش فاهم. ولا انت عاوز تجيبه بس تصدره عشان بس ايه؟ يظلم الاهلي ويطلع الاهلي من البطوله. انا اتمنى التوفيق طبعا للقلعه الحمراء الفتره الجايه، وان شاء الله بامر الله الاهلي يقدر يتجاوز ويقدر يعدي الرجاء رايح جاي. ان شاء الله عندنا ماتش في القاهره، بعد كده ماتش في المغرب، ونقدر نكسب رايح جاي عشان نصعد. وبامر الله افريقيا في الجزيره ان شاء الله بامر الله، باجتهاد اللعيبه والقتال داخل ارض الملعب. يعني حتى لو الكاف عاوز يظلم النادي الاهلي ربنا ينصرنا. وقبل كده دايما بيحاولوا، الفساد موجود، هم عاوزين الاهلي ده ما يكسبش البطولات. هم بيقولوا كفايه كده على الاهلي زعيم القاره يعني. بس احنا بنتكلم كوره يا جماعه، احنا عاوزين نخوض في كل المعارك، يعني نخوض في كل البطولات. خلاص انت هات لي حكم كويس وخلاص، ده المطلوب منك يعني، بس مش اكتر كده، مش اكتر. فوزي لقجع دخل والقصه، ما بحبش انا الظلم والفساد ده بجد الواحد بيزعل. يعني حتى لو الاهلي خرج كوره خلاص يبقى ده مستوانا، لكن عشان انت تتدخل وتتكلم ومكالمه. طبعا الهلال بيتكلموا كتير قوي، يعني مسؤول الهلال كل شويه يتكلموا. شفتوا طبعا القصص اللي فاتت دي. اتمنى التوفيق طبعا للقلعه الحمراء، ويا رب ان شاء الله بامر الله نعمل حاجه في الماتش اللي جاي قدام الرجاء، نكسب رايح جاي ونعدي ونكمل كده، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقول لي رأيك في التعليقات، رأيك في الحكم السوداني ده وقرارات الكاف الاتحاد الأفريقي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. شكرا لكم، السلام عليكم.